في الفترة الأخيرة ظهر على الساحة ابتكار جديد من ابتكارات السوشيال ميديا، وهي الفيديوهات القصيرة أو الشورت فيديوز. الشورت فيديوز مشهورة أكتر على تطبيقات زي تيك توك وغيرها. مؤخراً أغلب المنصات دلوقتي بقت بتتيح فكرة الشورت فيديوز، لأن الموضوع بدأ يبقى مؤثر خصوصاً في الأجيال الصغيرة وطريقة تعاطيهم أو تعاملهم مع السوشيال ميديا. في الحلقة دي هنكشف مفاجأة لا تتخيلها عن الشورت فيديوز بعيداً عن أي منصة بعينها، لكن هنتكلم عن مشاكلها وليه لازم ناخد بالنا إن التكنولوجيا وخصوصاً السوشيال ميديا بدأت تأثر على حياة ولادنا وأطفالنا وعلى مجتمعنا من غير ما نحس. برنامجنا هو أول برنامج في مصر والشرق الأوسط يتكلم عن مشاكل السوشيال ميديا وإزاي هتغير المجتمع وهتزود الاعتمادية والأمراض النفسية، وقناة اليوتيوب بتاعتنا موجودة تقدر تراجع الحلقات دي عليها. والحقيقة إن كل اللي نتبقنا بيه حصل، بس حصل أكثر منه، وده بقى خطر كبير جدا للأسف محدش واخد باله منه. لا دولة ولا تعليم ولا ثقافة ولا مؤسسات مجتمع مدني ولا حتى أخصائيين نفسيين، مفيش يا محترم أي حاجة، صحراء جرضاء في الملف ده. وبما ان دورنا هو اننا نعرض لكم كل شيء بشفافيه ونعرفكم مشاكل التكنولوجيا وازاي تتعامل معاها، فلقينا انه من واجبنا اننا نفتح ملف الشورت فيديوز، خصوصا بعد الحوادث الاخيره اللي حصلت على منصات التواصل الاجتماعي، بالذات منصه تيك توك واللي معروفه باسم التحديات او التشالنجز. التحديات دي انتشرت في الفتره الاخيره زي ما قلت لحضراتكم على منصه تيك توك، وفي ناس كتير جدا اما تعرضت لاصابات ما بين بسيطه او خطيره، وفي شباب واطفال ماتت للاسف. يمكن آخر حادثة لحد كتابة الحلقة دي كانت حادثة الطالب أحمد خالد اللي عنده 15 سنة. طبعا الطالب شارك مع زمايله للأسف في تحدي من تحديات تيك توك، أغلبكم شفتوه طبعا، وفي الآخر الموضوع انتهى بكارثة والطالب اتنقل للمستشفى، وحضراتكم أكيد عارفين القصة أو قريتوا عنها. نتمنى له طبعا الشفاء وإنه يقوم بالسلامة، لكن الموضوع في غاية الخطورة، ودي مش أول مرة للأسف ولا هتكون آخر مرة، وده جرس إنذار هنتكلم عنه في الحلقة دي مخصوص. يمكن نفوق، يمكن ناخد بالنا إن المجتمع مقبل على كارثة اجتماعية محدش فينا واخد باله منها. للأسف موضوع تحديات تيك توك من أكتر الحاجات إثارة للجدل في العالم كله، مش في مصر بس، لكن المجتمعات اللي زي حالتنا لما تنخرط أطفالها في التحديات دي يبقى لازم نقف ونشوف أسباب المشكلة إيه. الموضوع بدأ يعمل قلق كبير على المستوى الدولي، خصوصا لما تعرف إن في أطفال كتير ماتت حوالين العالم في تحديات تيك توك المميتة دي. في نوفمبر لوحده بس التقارير بتتكلم عن إن أكتر من 15 طفل على الأقل ماتوا في تحديات على تيك توك معروفة باسم بلاك أوت. عندك في إيطاليا السلطات هناك طلبت من تيك توك حجب أي حساب مش معروف بياناته، ده غير حجب أي حساب لأي طفل أقل من 13 سنة على المنصة بعد ما طفلة ماتت في تحدي بلاك أوت. في الولايات المتحدة الأمريكية عدد الأطفال اللي ماتوا في التحديات بتاعة تيك توك بتزيد كل شوية، والوضع في مصر عندنا مش بعيد عن اللي بيحصل في العالم. ويمكن حضراتكم فاكرين موضوع تحديات كتم النفس اللي الأطفال كانوا بيكتموا نفسهم لحد ما يوصلوا لمرحلة فقدان الوعي، ده غير تحديات بقى العربيات وتحديات تانية كتير منتشرة بين الشباب. الأزمة إن الناس كلها مركزة على المحتوى على المنصة بتاعة تيك توك، يعني هتلاقي الناس كلها بتتكلم إن الشباب بيقلد التحديات، وإن لازم نمنع الفيديوهات بتاعة التحديات، وإن الفيديوهات الخطيرة لازم تتشال من منصة تيك توك، وإنه لازم يكون في تقنين للمسألة دي مع تقنين السن المناسب اللي المفترض يسجل على المنصة. ده كلام جميل الحقيقة، بس للأسف مش هي دي المشكلة الأساسية. الحقيقة إن المشكلة الأساسية تكمن في تصميم المنصة نفسها وفي نوعية الفيديو أو الشورت فيديوز اللي قلبت تشالنجز أو تحديات وغيرها. تخيل إن الإحصائيات اللي معلن عنها بتقول إن في أمريكا لوحدها حالات انتحار الأطفال من سن 12 ل 16 سنة زادت بمعدل 146% في خلال الفترة من 2007 ل 2018 بس. الحقيقة ده رقم مخيف بين الأطفال وفي بلد واحدة، والرقم ده مرشح للزيادة خصوصا بعد أزمة كورونا وزيادة استخدام واستهلاك الشورت فيديوز والمنصات دي، خصوصا منصة تيك توك. طبعا المنصة بتتعرض لهجوم كبير جدا على مستوى العالم، بدأت في دول كتير ترفع عليهم قضايا بسبب المشاكل دي والنوعية دي من الفيديوهات. لكن زي ما قلت لك أنا مش شايف إن المشكلة في المحتوى لوحده على قد ما هي الطريقة اللي بتشتغل بيها المنصة وطريقة التصميم ونوعية المحتوى. طبعا انت هتقول لي وايه علاقة تصميم المنصة بالشورت فيديوز بالناس اللي بتموت دي؟ لو عايز تعرف الإجابة يبقى خليك معانا بعد الفاصل.